جورج، هل الإصلاح هو يعني دوره يعمل على القصاص من السياسة والخطوات الإماراتية، وهي يعني خطوات تهدف إلى إقصائه أكبر ما يمكن عن استمرار بنفوذه ربما السابق، النفوذ المعين السابق، ويعني لمنعه من بسط المزيد من النفوذ في المحافظات الجنوبية؟ دون أن نشك، يعني دعنا نقول في مرحلة من المراحل كان حزب الإصلاح يتلقى دعم حتى من الإماراتيين، يعني في البداية هذا الأمر لا يمكن نكرانه. لكن في مرحلة ما بدأ فتح يعني حزب الإصلاح وكأنه فاتح على حساب، بمعنى أنه يتصرف بشكل منفرد كقوة لها مشروعها ولها تطلعاتها إلى ما هنالك. وإن كان طبعا الشعار هو دعم شرعيات علي عبد الله منصور هادي وتوسيعها، لكن بالواقع أصبح هناك صلة وصل وربما تحالف ما بينه وبين القاعدة وبينه وبين المتشددين، وهذا بطبيعة الحال يعني ما يتنامى أو يتناغم مع العقيدة، عقيدة الإصلاح كحزب ديني مع القاعدة كحزب متطرف، وهذا ما شكل خطرا مش ليس فقط على الإماراتيين ولكن أيضا على السعوديين التي تريد طبعا وترفع شعار محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف إلى ما هنالك. وباعتقادي هذا وأنما تراهن عليهم عسكريا يعني أستاذ جورج كثيرا، ربما اضطرارا. نعم. تراهن السعودية عليهم كثيرا. الطائرات الأمريكية بدون طيار تصطاد الكثير من القيادات المتطرفة في الجنوب اليمني. نعم. يعني هذا بحد ذاته انذار للدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي كانت تدعم هذا الحزب. لكن باعتقادي الآن المشهد في اليمن خصوصا في الجزء الجنوبي هو أمام تحولات كبيرة بعد الزيارة الصدامية التي قام بها عبد ربه منصور هادي إلى الإمارات، وطبعا كانت زيارة صاخبة جدا. ربما طبعا هناك استراتيجية جديدة قد نشهدها في الأسابيع القليلة المقبلة حول اليمن. أستطيع أن أقول ربما تكون حساباته مختلفة عن كل الحسابات المتداولة حاليا.